السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند طيورنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بجد مفيش أحسن من إنك تفرخي وتطلعي رقد من بيتك، تطلعي رومي بالشكل ده وبالجمال ده زي ما احنا شايفين، تطلعي كتاكيت بالشكل ده وبالجمال ده زي ما احنا شايفين. حاجة كده اللهم بارك. والله وبالله انا عندي اربي مثلا روميتين وذكر رومي ينتجوا عندي، اربي بطتين وذكر ينتجوا عندي، اربي 10 فرخات وانتج منهم بيض وفرخ. تقدري كست بيت تعملي كل ده. انا بدايتي كانت كده، الحمد لله اللهم لك الحمد، ده من كرم وفضل ربنا عليا. كانت بدايتي كده. اذا لو حابه تعملي حاجه هتعمليها، هتديلها وقت من وقتك، هتهتمي بيها، هتطلعي تفريخ. حد يصدق بدل ما كنت بشتري في يوم من الايام، قعدت سنين اشتري وجيت عملت وقفه مع نفسي وقلت طب انا ايه اللي يخليني اشتري؟ علشان ايه افضل ان انا اشتري؟ طب ما انا اقدر ان انا اجيب سلاله راقده عندي وتفرخ، حتى لو كان وزنها صغير، بس كان مهم بالنسبه لي انه يطلع عندي سلاله. دي حاجه. وبعد كده جات لي الفكره ان انا احسن من السلاله اللي عندي، ما هي بتيجي واحده واحده. طب ايه اللي يخليني اربي مثلا طيور وزنها ضعفان قوي، وانا في نفس الوقت ممكن اربي حاجه تديني وزن وفي نفس الوقت ترقد؟ يا ريت لايكات كتير جدا جدا للفيديو. لو لسه بتشوف القناه لاول مره هكون سعيده جدا باشتراككم وانضمامكم. انا عايزه بس كل حد يخش الفيديو يحط لايك. متهيألي المساله مش صعبه، بس اللايك بيفرق جدا يا جماعه مع رفع الفيديوهات والله. هنا ما شاء الله عليهم. من هنا طبعا جت لي الفكره. شايفين الفراخ دي اللي يشوفها يقول عليها ساسو، يقول عليها هجين. الفراخ دي فراخ بلدي حر من تفريخ الفراخ اللي بتبيض عندي. انا بفرخ زي ما حضراتكم شايفين كده نور رزق. ممكن فيديو تلاقي معايا ست كتاكيت بس ومعاهم مثلا 15 بطه. ممكن فيديو تاني تلاقي 10 كتاكيت ومعاهم مثلا 10 فرخات رومي. ممكن فيديو تاني تلاقوا 3 كتاكيت ومعاهم مثلا 16 بطه. يعني انا بستغل الروميه اللي ترقد او البطه ان هي ترقد، او لو فرخه عايزه ترقد بستغلها احسن استغلال علشان تفرخ لنا كتاكيت وحاجه رقد كده من البيت. فما شاء الله اتسالت كتير هو احنا ممكن نربي الرومي مع الفراخ؟ هنا مربيهم همت وكانوا بياكلوا وبيتربوا عادي وبيكبروا مع بعض مفيش مشكله. باجي لحد عمر 3 شهور ونص بذبح الديوك اللي فيهم، والبرابر بسيبها. طبعا الرومي بيكون كبر في الحجم اكبر منهم بكتير، لان الرومي ده طبعا كان هجين، مش رومي بلدي عادي. لو رومي بلدي هيتربي معاه الفراخ عادي لاخر ايامه، انما الهجين ده بيشتغل ما شاء الله اوزان عاليه قوي. وطبعا انا بربيهم في اوضه ما بتكونش واسعه قوي. لو مثلا على سطوح واسع، لو في ارض زراعيه كده ولها سور واسع هتسيبيهم مع بعض عادي مفيش مشكله، مش هيعرفوا يأذوا بعض لان المكان واسع جدا. انما كل ما صغر المكان معاكي والطيور ان هي في فرق كبير في احجامهم هيأذوا بعض. فانا كنت بعمل ايه؟ بسيب بقى البرابل لحد ما تيجي تصب البيض واقوم شايلاهم واديهم في اوضه الفراخ اللي بتبيض. ده لما تكون فراخ شامورت عندي، يعني مكبراها كتاكيت وبقت شامورت، واقوم شايلاهم واديهم اوضه الفراخ اللي بتبيض. والرومي بقى اسيبه لوحده في الاوضه يكبر ويتسمن، واجي وقت التسمين اذبحه واسيب منه سلاله للبيض والرق ده، مثلا بربرتين وديك، واقول انا ورزقي فيهم. ده اللي انا بعمله. دي حاجه. بالنسبه لي البط، بتربي الكتاكيت مع البط يا ام شاهد. انا لما بكون مثلا مرقده البط على بيض بط وبيض فراخ بيطلعوا مع بعض وبتربوا مع بعض، حتى لو هم 10 كتاكيت ولو هم 10 بطات، حتى لو هم 15 بطه و10 كتاكيت. انا بديكم مثل، يعني لو في نفس اليوم انا مرقده مثلا بطتين وطلع لي مثلا 20 بطه او 25 بطه، والبطه الثانيه طلعت الغالب مثلا فراخ 15 كتكوت او 10، هربيهم مع بعض عشان هم طالعين من في نفس اليوم وحجمهم زي بعض. انما لو في حاجه طلعت قبل حاجه، لا هصبر بقى ربي ده مثلا 10 ايام لوحده وده 10 ايام لوحده، علشان اللي بقاله مثلا اسبوع عندي لو جيت ضفت معاه الصغير اللي لسه طالع النهارده هيدوس عليه يموته. لازم نكونوا واخدين بالنا من المعلومه دي، لان انا سالت ان نضيف اعمار طيور مع بعضها. فبالتالي ده اللي انا بعمله بالظبط. كانوا طالعين مع بعض من عمر يوم، سواء كتاكيت بلد سواء رومي بربيهم مع بعض. لو بط برضو بربيهم مع بعض. الرومي بلاش تربيه مع بط خالص، ده الافضل والاحسن. يعني بلاش تربي الرومي، محتاج نظافه كده. يعني مش عايزه اقول الرومي ده نضيف في نفسه كده على طول، محتاج نظافه ومحتاج دفى، محتاج دفى كويس جدا.
علشان يعدي معاكي اول اسبوعين 3 كده بامان. وطبعا البط بيعك في الميه وبيبل نفسه وبيعك المكان، فبلاش ابعدوا الرومي خالص عن الميه. انما الرومي تربيه مع كتاكيت عادي بيكون كويس وزي الفل زي ما حضرتك شايفه. وفي الفيديوهات اللي فاتت لو هتقلبوا كده وبتشوفهم هتلاقوني برضو مصوره معاكم رومي وهو في عمر الوسط وهو في عمر الكبير وكان معاه فراخ. طيب بالنسبه للبط بقى، لو انا عندي بط النهارده طالع النهارده، ما ينفعش اسيبه مع بط عمر اسبوع ولا عمر اسبوعين ولا عمر 3. لان انا اتسالت كتير، هو انت ليه ما بتسيبيش البط بتاعك مع بعضه؟ ليه حاطه بط صغير لسه طالع لوحده، وحاطه بط عمره اسبوعين لوحده، وبط عمره شهر واسبوع لوحده، وبط عمره شهرين ونص لوحده، وبط اللي بيبيض لوحده، علشان طيوري ما تفترس بعضها. الطيور عندي ما يعني بطه واحده تبتدي تفترس التانيه الكل بيقلدها، فانا كده هقضي على طيوري كلها. فانا ليه اعمل كده؟ والحمد لله انا بحاول اوفر لهم اماكن، كل نوع لوحده، كل نوع له مكان لوحده، عشان الدنيا تكون ماشيه مظبوطه عندهم. دي حاجه. الحاجه التانيه، لان انا الحمد لله ببيع من الطيور الصغيره، يعني ببيع منها الفايض عن حاجه بيتي لما يكون فايض بس، فانا لازم ان انا اشيل لاكتفاء ذاتي للبيت الاول، لو فاض عندي ببيعه. فبالتالي عشان اعمار البط برضو ما اتلخبطش فيها وتوه معايا، فدي برضو حاجه تانيه. طيب انا عندي بط كبير عمر 2.5 او شهرين يا دوب مقفل ريش، 2.5 مثلا او 2.10 ايام، وعندي بط عمر 3.5 شهور 4. ينفع اضيفه معاه؟ هينفع طالما الصغير قفل ريش تماما، ينفع تضيفيه مع الكبير اللي هو مقفل ريش، هينفع تضيفيه معاه. بس بلاش تضيفيه مع بط يكون فيه الذكر بدأ الكسر، بلاش تضيفيه مع بط كبير من اللي بيبيض وسايبه معاه ذكر شغال، لان الذكر ده هيبتدي يكسر على النوتي اللي هم لسه عمره 1.5 شهر، هيكسحهم. دي برضو حاجه مهمه ومعلومه مهمه برضو، انا برضو سالت عنها فانا حبيت افيدكم بيها. فخلي الدنيا عندك تمشي مع بعضها كده وتكون الاعمار مناسبه. اصبري على الصغير، بط الصغير مثلا لما يجيب عمر اسبوع تقدري تضيفيه مع عمر اسبوعين، بس يكون الصغير رجله شالته شويه. اللي هو عمر اسبوعين تقدري تضيفيه مع عمر 3 اسابيع، بلاش اكتر من كده. يعني بلاش فرق ما بين دفعه البط وبعضها يكون اكتر من اسبوع 10 ايام، دي نصيحه مني. وزي ما قلت لحضراتكم الصغير ما ينفعش تسيبيه مع عمر اسبوع ولا عمر اسبوعين، الا لما رجله تشيله شويه يخشن شويه. بعد كده لما البط بيكون مثلا عمر 3 اسابيع وحضرتك تيجي تسيبيه مع بط عمر 1.5 شهر او 1 شهر واسبوع، البط الكبير ما بيجي يقفل ريش على 2.5 شهر بتلاقي الصغير لسه هتشوفيه لسه مسلل، وهتقولي ده خاسس وناشف، وكل ما تشوفيه كده هتقولي هو عيان ولا هو فيه ايه، لان هو دي اصلا طبيعه مرحلته، ان هو بيكون بيغير ريش وبيوقع ريش، وبيكون حجمه مثلا ينزل وزنه ينزل شويه بسيطه، وبعد كده بيرجع وزنه يزيد ويقفل ريش ويبقى كويس. فما تشوفي الفرق ما بين الدفعتين هتقولي ده البط الصغير عيان. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما الدفعه اللي قفلت ريش تشوف معاها الدفعه اللي لسه ما قفلتش ريش وبتسلل، هتاكل ريشها وهتفترس.